البضاعة الجديدة وصلت الحمد لله. القلاية 8 لتر ديجيتال 1800 واط تاتش، طبعا ديجيتال هي تاتش، والهواء بيتحرك فيها من كل الاتجاهات، والتايم بتاعها لحد 60 دقيقة. وطبعا هي تيفال وغير لاصقة وما بتحتاجش لزيت، بس احنا عشان الاكل بتاعنا يطلع بنفس طعم المقلي بنحط معلقة زيت واحدة او رشة زيت. القلاية دي 8 بسم الله. الكبة دي 8 لتر، فيها سلاحين ستانلس ستيل. طبعا الكواليتي بتاعتها عالية ما شاء الله، سرعتها 3 سرعات، بتفرم لحمة، بتعمل كل حاجة يعني ما شاء الله عليها. طبعا مسمينها وحش المطبخ. التوستر ده 3 في 1، جريل ووافل وسندوتش ميكر، سهل التنظيف جدا لان هو المادة بتاعته غير لاصقة. في لمبة، الباور بتاعه لحد 750 واط، وطبعا الدبل سايد هيتنج، الحرارة من الجنبين. نفتح واحد مع بعض نشوف مكوناته ايه. بسم الله. شريحة الوافل اهي، هي ستانلس ستيل، ظهرها ستانلس ومن جوه تيفال. فيها دي بتاعت التوستر، بتاعت السندوتشات يعني. الجهاز نفسه ما شاء الله الخامة بتاعته نظيفة جدا على فكرة، وعالية جدا وتقيل ومالي مركزه كده قوي. هو الجريل اهو. احلى حاجة فيه بقى ان هو طبعا بيتغير، فسهل التنظيف جدا. بنعمل كده بتتفك تمام، ونحط بقى اللي احنا عايزينه. شوف كده، حطينا بتاعه الوافل كده، شلنا بتاعه الجريل، ركبنا وكده نقدر نحط الوافل ونقفل كده. على فكرة الكواليتي بتاعته عالية جدا، والخامة بتاعته جميلة على فكرة جدا. المعلومات بتاعته اهي ما شاء الله. لا نضيف على فكرة وغالي، وسعره اقل من خاماته بصراحة. كل الكواليتي بتاعت سكاني الحقيقة عجباني جدا، وحاسة ان هي خامتها عالية. الجهاز مع شهادة ضمان لمدة سنة، ومعاه كتيب الارشادات مكتوب بكل اللغات. تمام، هنفتح دلوقتي. افتح لكم الكبة نشوف الخامة بتاعتها. هنفتح الكبة دلوقتي، برضو معاها ضمان سنة، والخامات بتاعتها اوريجينال 100%. طبعا التغليف بتاعها فعلا عالي جدا ما شاء الله، ومحافظين على الموتور قوي. بصراحة انا بحترم الشركة دي، يعني الموتور جاي في كيس هوائي، مفيش اعلى من كده يعني بصراحة ما شاء الله. الموتور كمان الله اكبر، خامته جميلة جدا وتقيل على فكرة كده، مش اي كلام، مش حاجة خفيفة. سرعتها 1، وده تاني سرعة ودي تالت سرعة. التغليف عجبني يا جماعة. وبرضو التغليف بتاع الجسم نفسه الاستانلس. الغطا بتاع الكبة من الاكريليك عشان تشوف اللي جوه وصل لحد فين، او بلاستيك مقوى. هو المهم ان هو نظيف زي الخلطات بتاعتنا كده. 100 ليميت يعني، هو بتفرم لحمة يعني، ودي اهم حاجة ومش موجودة في كبات كتير. ده ايه يا ترى؟ ده شكله الكاوتشة بتاعت الاطار، الكاوتش بتاع الغطا. في حاجة غريبة معاها
سلاحين، يعني معاها سلاحين كل سلاح بشفرتين. انا مش فاهمه ده ليه، هنفهم بعدين. بس ده شكله يعني عشان حاجه للحوم وحاجه للخضروات. شكل فيه سلاح للحوم وسلاح للخضروات. الكتيب بتاعها وسكينه علشان خاطر نفضي منها الحاجه. طبعا انا عايزه اقول لكم ان دي جاي لي منها قطعه واحده بس، يعني هي فعلا بتتخطف. هي جاي لي منها قطعه واحده لان التاجر نفسه اللي بتيجي عنده ما بتلحقش تقعد، يعني انا موصيه يجي لي منها طلبيه تانية، فدي القطعه الوحيده اللي جاي لي منها، فاللي عايزها يلحقها او يحجز بقى في الجديد ان شاء الله. كارت المعلومات بتاعها موجود عليها. هنعمل مع بعض انبوكسنج بقى اللي هي نفسها البطل بتاعنا. طبعا هي مفيدة جدا اليومين دول. اول حاجة علشان خاطر توفير في الزيت فظيع، يعني انا الحمد لله من ساعة ما جبتها ما اعتقدش ان انا استخدمت ولا مرة زيت. بعد ما كنت كل يوم على الاقل في الفطار، يعني على الاقل في الفطار لو ما كانش فطار وغدا. هنرفعها مع بعض. وطبعا غير كده صحيا لمرضى القلب، الكوليسترول اصلا للي بيعمل دايت او اصلا اللي عايز يعيش نظام صحي يحافظ على اكل ولاده. طبعا اغلبيه ولادنا بيحبوا المقليات، البانيه، البطاطس، هي اساسي. يعني كل يوم انا بستخدمها في البطاطس من ساعتها. انا الاول كنت مره نعمل مسلوق مره مقلي، بنقلي بطاطس كل يوم دلوقتي وما عندناش اي مشكله ولا في الزيت ولا في ان احنا هناكل مقلي ولا في اي حاجه تانية. هطلع لها من الكرتونه بالراحه وهوريها لكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جودتها عاليه جدا، شكلها نضيف قوي. اهي البرامج بيديلك كل برنامج معاه الوقت بتاعه من قد ايه لقد ايه. يعني البطاطس على درجة حرارة 200، هو كده كده احنا بندوس هنا بيظهر لنا قائمة زي ما هوريكم في بتاعتي اللي شغالة. هنا بيظهر لنا قائمة، احنا بس بنختار البرنامج، احنا سمك ولا لحمة ولا فراخ ولا كيك ولا جمبري ولا ريش ولا بطاطس. هوريكم بقى بتاعتي، مش هفتح دي لانها متبرشمة. هوريكم بتاعتي انا اللي مستخدماها والبرامج بتاعتها. بتاعتي اهي اللي انا مستخدماها بالفعل. من جوه كنا بنعمل بطاطس ولسه مشلتش منها البطاطس. هوصلها في الكهرباء. هي ما بتشتغلش الا لما الدرج يكون محكم ومقفول، غير كده لا. بندوس هنا بيظهر لنا البرامج. ده البطاطس بيبقى على درجة حرارة 200 في 20 دقيقة. اللحمة بتستوي على درجة حرارة 160 في 20 دقيقة. اللحمة على فكرة، اللحمة قطع اللحمة بتتشوي كمان. الفراخ، السمك، الريش، الجمبري، كل حاجة التايم والحرارة. التايم والحرارة. ده الكب كيك. الكيك على بعضه انا جربتها فيها نجحت بس مش 100%، يعني فضلت في الوسط، كانت محتاجة تسوية اكتر شوية او انا اللي استعجلت عليها مش عارفة. بس الكب كيك بقى طلعت ممتازة جدا. عملت فيها بسكوت كمان. البسكوت كمان طلع حلو قوي، احسن من بتاع الفرن، وما خدش معايا تسويته 7 دقايق. 7 دقايق وكان طالع لونه وطعمه وقرمشته حاجة فظيعة بجد. انما في الفرن فضلت نص ساعة بسوي في البسكوت لان انا عندي فرن كهربائي مش غاز. فلا هي بجد انا اعتمدت عليها في كل حاجة يعني. ده بقى البرنامج ده على درجة حرارة 90 لمدة 120 دقيقة. انا الحقيقة لسه ما جربتش البرنامج ده ومش عارفة هو بتاع فك تجميد ولا شوي ولا ايه. ممكن نعمله على درجة حرارة 90. هو المفروض كاتب لي ان هي من اول حرارة 90 ل200، لكن انا بالحرارة نزلت اللي هي حرارتها بتبدأ من 60. ف60 دي احنا ممكن نشغلها شوية ونحط حاجة تخمر جوه كمان. فيعني انا اول مرة اشوف دي معاكم. وطبعا الحرارة بتاعتها التايم بتاعها لحد 120 دقيقة، يعني ساعتين، وهي المفروض البرامجها لحد 60 دقيقة. انا اول مرة اخد بالي من ده معاكم دلوقتي. التايم معانا، التايم شغال اهو لحد البرامج كلها التايم بتاعها لحد 60. البرنامج ده التايم بتاعه 120 دقيقة. انا مش عارفة بصراحة ده بتاع ايه دلوقتي، بس اول ما اجربه هنزل لكم ريفيو عنه. واسع من جوه. تيفال. الشبكة بتتحرك عشان تتغسل.
محترمين بقى هما في ايه، حاطين هنا 4 كاوتشات كده من كل جنب علشان خاطر ما تجرحش الحله وهي نازله وهي طالعه. البطاطس يعني بصوا حتى البطاطس الضعيفه الرفيعه اللي نزلت تحت ما اتحرقتش. الزيت الباقي بينزل تحت الشبكه، يعني نقط زيت كده. تنظيفها سهل جدا بمنديل بفوطه، وتتغسل بسبونج عاديه بصابون وتتنشف، ما فيهاش اي مشكله. انا كنت قلت لكم طبعا يعني اهو السلك وتحتيه مروحه، قصدي ده مش عارفه اسمه ايه، بس هو اللي بيخرج الحراره يعني، وفي تحتيه مروحه اهي لو واخدين بالكم منها، دي بقى اللي بتوزع الحراره. الساعه بتاعتها عاليه، الماكس بتاعها لاخر الدرج. بتاخد انا شايفه انها بتاخد يعني فرخه كبيره على بعضها، بتاخد كتير على فكره، يعني بتاخد حاجات كتير قوي. نجيبها ولا ما نجيبهاش؟ لا، على فكره عمليه واحسن من الفلوس، ودلوقتي الحاجه كلها بتغلى وقيمه الفلوس بتقل، ملهاش لازمه. القلايه بصراحه محترمه وتستحق.